السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير، بجد وحشتوني. النهارده ان شاء الله جايه لكم بالوصفه اللي قلت لكم عليها، جهزتها واستخدمتها عشان اعرف هي فعلا فوائدها صح ولا لا. فعلا طلعت فوق الممتازه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شامبو الاعشاب، شامبو الصدر بالاعشاب. ان شاء الله يعجبكم، والوصفه سهله جدا واتمنى تعملوها. وكمان بتمنى منكم ما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش كمان انك تشيروا الفيديو دوت، واللي لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وتنورنا في عيلتنا الجميله. وان شاء الله القناه تعجبكم باذن الله. هنبتدي بقى ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي ان شاء الله يا حبايبي هقول لكم المكونات، هي هتبان انها كتيره، وعلى فكره ممكن تستغني عن اي حاجه فيهم، وفي حاجات هقول لك ما ينفعش يعني تستغني عنها. ويا ريت تحط كل المكونات، كل المكونات افضل من بعض. اول حاجه معلقتين رز كبار، معلقه كبيره حبه البركه، هنا معلقه كبيره قرنفل، معلقه كبيره روزماري، هنا معلقتين كبار ورق السدر، وده اهم شيء فيهم. وبعد كده معلقه بن، وهقولك معلقه البن دي علشان المكون اللي بعده. المكون اخر مكون بصلايه صغيره وفصين او 3 توم، ومعلقه البن هي اللي هتضيع الريحه عشان ما تخافيش من ريحتها. وهنا بقى دي صابونه نابلسه شاهين. انا عملت ليه الصابونه ديت؟ لان الصابونه دي يا حبايبي بالزيوت الطبيعيه وبزيت الزيتون، ما فيهاش اي مواد كيماويه نهائي. صابونه يعني تحفه، بجد تحفه. هجيب بقى حاجه تتحط على النار واحط فيها كل المكونات مع بعض ما عدا الصابون. طبعا انتوا عارفين ان الرز فوائده كتيره جدا للبشره وللشعر. طبعا الروزماري، البصل والثوم ده فعلا محفز قوي جدا لظهور الشعر، ده علشان يقوي بصيلات الشعر ويخليه ينمو، يعني حتى في الصلع الوراثي. وطبعا الروزماري ده مش هيتشال، حبة البركة. بصوا انتوا كمان ممكن تحطوا ورقتين نعناع، صدقوني المكونات مش كتيرة. والقرنفل طبعا مادة حلوة جدا 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 ومطهرة لفروة الراس، وكمان بتمنع القشرة. احط بقى كل المكونات واحطهم على النار، احط عليهم 4 كوبايات من مج الشاي، 4 كوبايات، او هنحط مثلا كوبايتين. انا دي الكوبايه دي كبيره قوي فانا حطيت منها 2، وممكن تزودي شويه، لان حتى لو هيفيض من الميه دي هنستفاد منه استفاده جميله جدا. ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم باذن الله. انا عملتها وعملتها كذا مره كمان، وما شاء الله فعلا استفدت منها. طبعا انا اتعورت كالعاده من المبشره، اي وقت ببشر بيه لازم اتعور. هنا بقى انا بشرت الصابونه في الناحيه الضيقه، والافضل الناحيه الضيقه علشان تدوب معاكي بسرعه في الميه. هنا بقى الميه هنا غلت، ما خليتهاش تغلي كتير قوي. خلاص اهم حاجه تغطيها وهي بتغلي، وما تخليهاش كتير جدا، يعني خليها تغلي كام مره كده وخلاص تطفي عليها. وهي سخنه بتغلي كده هصفي واحط على الصابون وابتدي اقلب لغايه الصابون ما يدوب خالص. ما تسيبيش الصابون حتى لو فيه فتافيت صغيره، ممكن تقلبي تقلبتين كده وتسيبيهم 5 دقايق وترجعي لهم، بس مش اكتر عشان الميه ما تبردش، بحيث ان انت ما تقلبيش كتير وهيبتدي يدوب في الميه. خليكي بس معايا ماشيه في الخطوات واحده واحده، ما تحاولي ما تجريش الفيديو، كل حته كل جزء في الفيديو مهم جدا. ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم واللي يجربها يا ريت يقول لي جربتها، ومستنيه منكم دعوه حلوه وتعليق حلو منكم يا حبايبي. هنا بقى ببتدي اقلب كويس وبزود، بحيث ان الميه ما تبقاش قليله قوي، عشان لما يجي يتصلب مش عايزاه يرجع صابون جامد تاني. اهم حاجه تتاكدي كويس قوي ان ما فيهوش ولا فتفوته صابون. ليه بقى؟ عشان الخطوه دي بصوا هو بيجمد شويه، بس هو ما تصلبش، هو جمد شويه. هبتدي بقى افك، سواء عندك هاند بلندر تمام، عندك مضرب كهرباء، عندك خلاط، بس يعني انت ممكن تعمليه بالويسك اليدوي ده، بس هيتعبك شويه، هتقعدي فتره اطول. فتختاري حاجه من الثلاثه، هاند بلندر او مضرب كهرباء اللي هو بتاع البيض ده، او الشفشه الخلاط، ما فيش اي مشكله. المكونات كلها طبيعيه وما فيهاش اي حاجه كيمياء خطر على الاجهزه. هبتدي بس كده اضربه، وطبعا هيبقى تقيل وهخففه الميه. اهم حاجه بس الخطوات اللي جايه امشي معايا فيها. بصوا بقى بعد ما اتضرب لسه ما حطش فيه ميه تاني، بصوا بقى ناعم ازاي، بس طبعا تقيل. هنشوف بقى نحط ايه دلوقتي. هنا بقى انا مجهزه كوبايه صغيره، كوبايه صغيره مش كوبايه كبيره. اي شامبو انت بتستخدميه، اي شامبو اي نوع مفيش مشكله.
هتحطيه، احنا هنحطه مش عشان ينظف فروة الراس، لا بالعكس، ورق السدر هو اكتر منظف لفروة الراس، وكمان بيرغي حلو جدا. انا حاطه كوبايه ديت من الشامبو اللي انت بتستخدميه علشان يبقى مثابه ماده حافظه للشامبو، لان الشامبو طبعا كله مواد طبيعيه 100%، فاحنا عايزين يقعد فتره طويله من غير ما يحصل له اي حاجه، فنحط له الكوبايه ديت علشان نعزز من الشامبو نفسه، وفي نفس الوقت يبقى ماده حافظه للشامبو. تمام كده احنا ماشيين خطوه خطوه. هبتدي بس اهم حاجه اقلب كويس، وهنا بقى الخطوه دي اختياريه 100%. انا هحط ايه يعني غطا صغير جدا، ده زيت الخروع. زيت الخروع حلو جدا لفروه الراس، ومحفز قوي جدا برضو لظهور الشعر والبيبي هير والكلام ده. فانا هحط غطا صغير، ممكن تحطيه وممكن ما تحطوهوش، وممكن تحطي اي نوع من الزيوت التانية، يعني بصي دي مفيش مشكله. هنا بقى احطه وهبتدي اقلب بقى كويس جدا، ما تحطيش كميه كبيره وما تقلقيش ولا هيعمل اي حاجه في الرغوه. تبقى الميه انا صفيتها بتاعت الاعشاب خلاص، صفيتها كويس جدا وخليتها، وهبتدي بقى ازود شويه بشويه. ممكن المكون دوت الشامبو ده ممكن ياخد الميه كلها، وممكن ياخد نصها، المهم الميه اللي هتفيض اهم حاجه تحطي جزء صغير بجزء صغير، عشان يعني الشامبو مبقاش خفيف قوي. احنا هنعمله نفس قوام الشامبو الجاهز. تمام. بص ادي الميه اهي، دي بقى بقولك اللي هيفيض منك اوعي ترميه، حطيه في بخاخ. وده بقى هقول لك مميزاته ايه. لو انت شعرك ناشف وهايش تبخ عليه بخاتين، هيبقى ناعم كده وجميل. لو انت شعرك متشابك او شعر بنتك متشابك وعايزه تسلكيه، بخي بخاتين وشعرها ناشف مش مبلول، تبخي بخاتين عليه وتسرحي كده، مش قادره اقول لك بيفك التشابك وبيلمع وبينعم، جميل جدا. دي بقى ازازه كانت عندي، ما لقيتش بصراحه ازايز تانية شامبو عندي فاضيه، فانا لقيت دي قلت بقى فيها حبه صغيرين كده، قلت افضيهم وبعد كده املاها بقى من الشامبو الجميل التحفه، شامبو الاعشاب، شامبو الصدر. بصراحه يعني انا بصراحه بتمنى، عشان انا بحبكم، بتمنى انكم تجربوا الشامبو ده. واللون ده يا جماعه من القهوه، من البن. لو انتوا عايزين اللون الاخضر الفاتح هتحطوا، مش هتحطوا البن، بس البن بصراحة يعني أنا عايزاكم كل مكون فيه، كل مكون خش على جوجل واكتبي كل مكون لوحده وشوفي مميزاته وحاجته، يعني مش قادرة أقول لك يعني حاجة جميلة جدا جدا لفروة الراس. هتلاقي بقى بصي تساقط القشره. انا بصراحه كان عندي القشره اللي هي البيضه اللي يعني تحس انها عجينه، مش قشره نازله ناشفه، لا اللي هي العجينه شويه دي، والله العظيم راحت لما استخدمته. تساقط قل، التساقط مش هقولك منع التساقط، هو هيمنع التساقط بعد فتره من استخدامه، قل بيفضل يقل في التساقط، وانت نفسك هتلاحظي. نعم الشعر، طول الشعر. انا كان شعري من النوع اللي بيقع وبصراحه كان بيتساقط بشكل مستفز، بشكل مرضي، بصراحه كان بيقع جامد جدا. كنت ببتدي اخد كمان فيتامينات، بس برضو كان شعري بيقع، وكان شعري خفيف جدا. بسم الله ما شاء الله. على فكره الفيديو ده انا عملت شامبو قبل كده من غير ما اصوره، وعملته دلوقتي ومش لسه، يعني مش لسه عاملاه، انا عاملاه بقالي حوالي اسبوعين 3، بس ما رضيتش انزله الا ما استخدمه كمان مره، مع اني انا عارفه نتائجه جميله جدا. ان شاء الله تعمليه بنفس الطريقه وباذن الله. بس اهم حاجه الصابونه دي، صابونه نابلس شاهين، لانها ما فيهاش اي كيمياء خالص، بالزيوت الطبيعيه، فمش هتاذي فروه راسك خالص. بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو ده، لو انت عندك مثلا يعني معوده شعرك على سيرب معين، على هو السيرب اي شيء، يعني سيرب اي شيء، او كريم او زيت بتحطيه مثلا بعد ما بتغسلي شعرك. لو انت معوده شعرك على كده، ممكن تحطي مثلا بنفس الطريقه، بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو ده تحطي له بقى النوع اللي انت بتحطيه. ولو مش معوده شعرك على اي حاجه ما تحطيش اي حاجه، وهيطلع جميل جدا. وما تستنيش النتيجه من اول مره، ده بيستخدم مرتين في الاسبوع بس مش اكتر، ما تستخدموش اكتر من مرتين في الاسبوع. بصراحة هتلاقي النتيجة، وصدقوني والله والله ان الشامبو ده فعلا فعلا نتائجه حلوة جدا ومش بعيد، يعني مش هتقعدي وقت طويل، يمكن من تاني مرة او تالت مرة تستخدميه هتلاقي فعلا نتائجه حلوة جدا. والله انا فعلا تقل شعري شوية، التساقط قل شوية، القشرة بقى اللي مفيش خالص راحت خالص الحمد لله. هنا بقى انا لقيت الازازة التانية دي كانت مكانها كريم، وطبعا غسلها ومنضفاها. الازازة التالتة دي مكانها عسل، حاجة مفيدة بصراحة، فحطيت فيهم. فانت لو عندك بقى ازازه شامبو كبيره فاضيه هتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا بقى دلوقتي هجرب الرغوه معاكم عشان تعرفوا حتى نقطه الزيتون احنا حطيناها ما منعتش الرغوه، وبيرغي والرغوه بتاعته بيضه. وكمان عايزه اقول لك لما تيجي تستخدميه حطيه على فروه الراس، وتدعكي فروه الراس كويس حوالي 5 دقايق، او تدعكي شويه وتسيبيه 5 دقايق على شعرك وبعد كده تغسليه. ان شاء الله نتائجه باذن الله باذن الله
هتعجبك باذن الله. وطبعا الحاجات اللي احنا حاطينها كل حاجه فيها لوحدها دواء لمشاكل الشعر، كل حاجه لوحدها. تخيلي بقى احنا حاطين كله مع بعضه، والله 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 ان فعلا شعري انا حسيت انه بيتقل. التساقط يعني بيقل جدا عن الاول. الاول كنت بس مجرد ما احط ايدي على شعري، مش هقولك بغسله ولا بسرحه، بحط ايدي كده بيطلع في ايدي. فتخيلي بقى انا كنت بسرحه كنت بطلع منه قد ايه. لا دلوقتي الحمد لله قل كتير كتير والله، وبحلف والله ان فعلا قل كتير، والقشره راحت. وان شاء الله كمان اللي شعره خفيف او عايز يطلع بيبي هير او عايز شعره يتقل، ان شاء الله استمري على الشامبو ده مرتين في الاسبوع وما تكتريش. كمان ملمسه جميل جدا وطريقته حلوه حلوه وسهله، ومش يعني عارفه مش هياخد منك وقت. اتمنى بس يا حبايبي ما تنسونيش في اختكم حبيبتكم في اللايك، لان اللايك ده هو اللي هيرفع الفيديو، وكمان هحس ان انا تعبي ما راحش على الفاضي، ان كمان عجبكم الفيديو وناس كتير هتستفاد منه. وطبعا برحب بيكم اخواتي وحبايبي، بجد وحشتوني وبحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. وطبعا اخواتي واصحابي وحبايبي اللي لسه داخلين معانا القناه، ان شاء الله القناه تعجبكم باذن الله وتنول رضاكم، وكل حاجه ان شاء الله هعملها تستفادوا منها باذن الله. اهم حاجه ما تحرمنيش من اللايك، وكمان من تعليق حلو جدا منكم بيحسسني فعلا ان انا تعبي ما راحش على الفاضي، وانتوا فعلا استفدتوا. ان شاء الله تستفادوا كمان بالوصفه دي، ومنتظره طبعا تعليق حلو ودعوه منكم حلوه. هنا بقى بوريكم بقى الرغوه، تحفه تحفه تحفه، جميل جدا والله جميل جدا. مش عشان اعمل فيديو، والله ربنا اللي عالم ان الشامبو دوت تحفه، وانا بستخدمه والله انا بستخدمه فعلا. واكيد مش هستخدم حاجه وحشه عشان اعمل يعني عشان اعمل فيديو ولا شويه مشاهدات، لا والله. حتى لو انت مش عايزه تعملي لايك لغايه ما تجربيه، انا ما عنديش مشكله والله عادي، وابقى متاكده ان اللايك هيتحط. انتوا فعلا عيلتي الجميله، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. اهم حاجه كمان تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لاخواتكم واصحابكم عشان الكل يستفاد. هنا بقى كنت بقول لكم ان انا بستخدمه على شعري، وفعلا فعلا استفدت منه والله. انا فعلا اي حاجه بستفاد منها وبجربها وبلاقيها كويسه، سواء اكل او وصفات، لازم اقول لكم عشان انتوا يعني احنا كلنا شركاء في القناه ديت، وباذن الله هتكبر بيكم وليكم. اتمنى بس ما يكونش في حاجه مضايقاكم مني، وما تنسونيش في اي يعني بالمشاهده كامله واللايك، علشان القناه يعني تكبر بينا، وباذن الله اعمل لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه، وكل حاجه مفيده ليكم ان شاء الله اعملها لكم. الكميه كمان حلوه جدا. انا عملت الازازه دي، والازازه دي مكان الكريم ودي مكان العسل. طبعا نضفتهم كويس وحطيت فيهم، مفيش مشكله لو انت عندك ازازه كبيره، ويا ريت يكون عندك ازازه كبيره عشان تحطها مره واحده. وحاولي ما تخلوش تقيل، ان هو برضو بيتماسك، اعملي حسابك ان هو بيتماسك شويه كمان. ان شاء الله تعملوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم. واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.